السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى نلقاكم في تمام الصحة والعافية وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم بالضبوط بدقيق القمح الكامل. كيجي أكثر من رائع، كيف ما كتشوفوا كيجي منفوخ وخفيف ورطب، كيبقى رطب مدة طويلة بدون دلك بدون مجهود. فابقوا معايا حتى لاخر الفيديو باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. وبسم الله على بركة الله. أول حاجة غنحتاجوا دقيق القمح الكامل، اي بالنخاله ديالو. انا هنا ما غربلتوش، كيف ما كتشوفوا بالنخاله ديالو 500 غرام. وغادي نحتاجوا نصف الكميه اي 250 غرام ديال الدقيق الابيض او الفرص. الدقيق الابيض اختياري، انا هنا كنديرو لان باش يبقى لي الخبز رطب مده طويله. تقدروا ما ديروش او تقدروا ديروا اقل من هذه الكميه. المهم انا كندير دقيق القمح الكامل اكثر او الضعف ديال الدقيق الابيض. كنوضع كميه قليله من دقيق القمح وكميه قليله من الفرص، تقريبا نص كاس من كل دقيق. وكنضيف ملعقه كبيره ديال الخميره ديال الفوريه، وكنضيف كذلك ملعقه كبيره ديال السكر اللي كيبقى اختياري. اللي ما كيبغيش يديرو ما يديروش، ماشي ضروري، غير باش يعطينا داك اللون في الخبز، وكذلك يساعد الخميره تفاعل بشكل جيد. كنضيف واحد الكاس كبير ديال الماء. الماء يكون دافي، ما يكونش سخون وما يكونش بارد، يكون مايل للبروده تقريبا، ما يكونش سخون بزاف باش ما يضيعش لكم الخميره. كنخلطوا مزيان هاد العناصر وكنغطيو بواحد البلاستيك غذائي او بشي بلاستيكه، او المهم كنغطيوه مزيان حتى كتفاعل لينا الخميره. كتبان لينا الخليط بدا تقل شويه، تفاعلت لينا الخميره تقريبا واحد 5 حتى 10 دقائق باش كنتاكدوا ان الخميره يعني خدامه بشكل جيد. كنضيفوا الكميه كامله ديال الدقيق اللي عندنا، دقيق القمح الكامل وكذلك الفرص. وكنضيفوا الملح ما كنضيفوهاش من الاول لانها ما كتخليش الخميره تفاعل بشكل جيد. كنضيفوا كميه الملح تقريبا واحد ملعقه صغيره حسب الذوق، وكنعجنوا بالماء اللي كيكون دافي، كذلك ما يكونش سخون، لان الا كان الماء سخون فغادي يضيع لكم الخميره وغيجيكم الطبوط ديالكم لاصق، ما غاديش يتنفخ لكم الا ما كانش خامر مزيان. غنبداو نضيفوا الماء وحنا كنعجنوا حتى كنحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون رطبه، كتلصق شويه في اليدين، ماشي بزاف غير شويه. هاد المراحل هادو للمبتدئات بطبيعه الحال ضروري ما ديروا ما تعرفوا هاد المعلومات هادو. كيف ما كتشوفوا العجينه كتكون بهذا الشكل، ما كتكونش قاصحه وفي نفس الوقت ما كتكونش جاريه بزاف، شويه كتلصق في اليدين. الا درتوها قاصحه او ناشفه غيجيكم الخبز ديالكم دغيا غيكرم لكم، ما يجيش زوين وما يجيش رطب. ديروها شويه جاريه ماشي بزاف، ولكن بهذا الشكل يعني شويه كتلصق في اليدين. كندهنها مزيان بزيت الزيتون او زيت المائده، وكنخليها ترتاح غير تقريبا واحد 10 دقائق، غير ترتاح شويه. ثم كنبدا مباشره كنشكلها الكويرات، بغيتوهم كبار او صغار حسب الرغبه ديالكم. هنا تقريبا درتهم كبار، خرجت لي تقريبا 7 أو 8 ديال البطبوطات الكبار. بعد ما كورتهم كاملين كنبدا نسرح. اول وحده كورت انا هنا كنستعمل الدلاك، كيساعد بزاف بسرعه كيتشكل لينا الخبز، وفي نفس الوقت كيجي الخبز السمك ديالو مقاد كله، يعني سمك واحد، وكذلك دوك الصباع ما كيبقاوش باينين فيه بزاف. من بعد ما قاد الاولى كندوز للثانيه، وهكذا كنسالي الكميه اللي عندي كامله. وكيبقى بطبيعه الحال السمك حسب الرغبه ديالكم. كاين اللي كيبغي البطبوط غليظ، كاين اللي كيبغيه رقيق. انا هنا كيعجبني البطبوط يكون رقيق، فكنديرو شويه رقيق وكنوضعوه مباشره في منديل، وكنعاودو نغطيوه ونخليوه يختمر. بالنسبه للمده ديال الاختمار فكتبقى حسب الجو. الا كان الجو سخون فغتخليوه غير 5 دقائق كافيه، ما تخليوش تفوت فيه الخميره، لان اذا فات فيه الخميره فما غيجيكمش زوين. وفي نفس الوقت خاصو يكون خامر، ماشي تزربوا عليه. الا كان الجو هكذا معتدل خليوه 15 دقيقه. كان البرد بزاف فغتخليوه 20 حتى نصف ساعه
حسب الجو اللي عندكم. المهم انكم تحسوا بالبطبوط ديالكم اختمر، يعني تنفخ شويه صافي بداو طيبوا فيه، ما تخليوش يختمر اكثر من القياس. كيف ما سبق وقلت لكم الا اختمر اكثر من القياس ما غاديش يتنفخ لكم، غادي يجيكم بلاصه منفوخه وبلاصه ما منفوخاش، وفي نفس الوقت الا ما خمرش فغادي كذلك ما غاديش تنفخ لكم، ما غيجيكمش زوين نهائيا. هنا خليته تقريبا لان الجو معتدل، خليته تقريبا واحد 15 دقيقه كاقصى، يعني كاقصى مده. اذا كان الجو معتدل 15 دقيقه كافيه. كنوضع المقلاة هنا فوق نار تكون مجهده، ضروري ان النار تكون مجهده في الاول، بعدا تكون النار مجهده باش يتنفخ لكم البطبوط ديالكم. كنوضعها تقريبا واحد 10 حتى 20 ثانيه وكنقلبها، ما كنخليهاش تبدا تنفخ بزاف، غير كنوضفوها هكا تقول بقلات صغار كنقلبها وكنستمر كنحركها حتى كتحمر من جميع الجهات وكتنفخ. كيف ما كتشوفوا كتنفخ دغيا، كيجي هذا الخبز رائع بزاف. كنتمنى تجربوا هذه الطريقه. بطبيعه الحال للمبتدئات، اما تبارك الله راه اغلبيه كيعرف يوجد البطبوط او الخبز. كنقلبها من جميع الجوانب بهذا الشكل هذا حتى كتحمر ليا مزيان. وكندير واحده اخرى كيف ما كتشوفوا كنوضعها وكنصبر عليها واحد 10 حتى 20 ثانيه وكنقلبها وكنبدا ندور فيها باش تحمر، وفي نفس الوقت نساعدها انها تنفخ بسرعه. النار كيف ما قلت كتكون مجهده في الاول حتى كتنفخ لينا البطبوطه، وكنقصوا شويه النار تكون متوسطه باش تحمر لينا البطبوطه ديالنا على خاطرها. غير ما تخليوهاش بزاف في النار، ما ديروش نار منخفضه باش ما تبقاش لكم مده طويله وتكرم. المهم ان النار تكون مجهده في الاول حتى كتنفخ البطبوطه، ومن بعد كنقصوا شويه حتى كتحمر. كيف ما كتشوفوا راه البطبوط كامل ما شاء الله تنفخ كله. كيجي رائع بزاف وكيبقى رطب مده طويله. كنستمر حتى كنطيب البطبوط ديالي كامل. كيف ما كتشوفوا راه ما كياخذش مجهود او وقت طويل، بسرعه كنوجدوا البطبوط اللي صحي بدقيق القمح الكامل وكيجي رطب في نفس الوقت. كيف ما كتشوفوا كيجي رطب وخفيف، كيف ما غتشوفوا من الداخل كيجي خفيف زوين بزاف، والاهم انه صحي. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، واكيد الا جربتوها غادي تنال اعجابكم وغتولي معتمده عندكم. شكرا جزيلا على المتابعه والتشجيع، ومع السلامه حتى الفيديو قادم ان شاء الله. ما تنسوش الا عجبكم الفيديو تخليوا لي لايك وتشتركوا في القناه اذا ما كنتوش مشتركين، ومع السلامه حتى الفيديو قادم ان شاء الله.